عبر موقع كليك نيوز كنقول للمغاربه كاملين والتطوانيين على وجه الخصوص عواشر مبروكه ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا والفرحه وكل ما كتمناو يا ربي. بالنسبه لرمضان ان شاء الله هذه السنه كاين 4 ديال الاعمال، كاين 2 ديال الاعمال في القناه الثانيه هما المكتوب الجزء الثاني وكذلك سلسله خوخواتاتو او سيت كوم خوخواتاتو. بالنسبه للقناه الاولى غادي يكون ان شاء الله كبسولات سميتهم الزكي الخفه، وغادي يكون ايضا مسلسل كوميدي سميتو عفاك بابا، وكندعو الجمهور المغربي انهم يشجعونا وانهم يشوفوا ان شاء الله بقوه، يشوفوا هذه الانتاجات ويعطوني بيان سور التقييم ديالهم، وكنتسنى الملاحظات ديالهم وكذلك الانتقادات ديالهم. وشكرا بزاف لكم. الجديد ديالي اخر حاجه صورت هي مسلسل الى دق الحال، هو اخراج مراد الخوضي وانتاج ايماج فاكتوري. مازال ما عرفناش وقتاش يتبروغراما، ولكن انتهينا من التصوير في شهر ديسمبر، وان شاء الله قريبا غتشوفوا على الشاشه ديالكم. كنقول للجمهور المغربي رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر، وتابعونا على القنوات المغربيه وقبلوا علينا. شكرا. بكل صراحه احنا كنا صورنا واحد العام اللي فات وتاجل لهذه السنه ان شاء الله. كنبشر الجمهور ديالي اللي كيعشقني وكيحبني وكيسالني باستمرار فين غبتي عينا فين كنتي ما بقيناش كنشوفوك. هذه السنه ان شاء الله بحول الله عندي واحد السلسله كوميديه غادي تكون مباشره من بعد صلاه المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم، بعد اذان المغرب غادي تكون في القناه الاولى سميتها كنينتي، مع اسماء واعده، اسماء نجوم كبيره ان شاء الله. نتمنى انكم تتابعونا في رمضان ان شاء الله بحول الله. ومن هذا المنبر كنسبق لكم ونقول لكم مبارك رمضان مبارك سعيد ان شاء الله. صراحة ما كنفرقش أنا بين أعمال، حيت كاين واحد المسألة أخرى، أعمال رمضانية ولا ماشي أعمال رمضانية. كاين واحد المسألة حنا بعض المرات كنصوروا مجموعة من المشاريع والتلفزيون اللي كيبرمج مثلا في رمضان ولا غير رمضان، فأنا صراحة ما كنشوفش أن هذا رمضاني ولا ماشي رمضاني. فالعمل إلا عجبني ولقيت راسي أنه غيضيف لي شي حاجة وأنا غنضيف العمل شي حاجة كنشارك فيه. دونك ما في رمضان هذا العام صراحه ما كاينش، بحكم كان عندي هذاك لونغاجمون ديال المسلسل الهندي، فكنت سافرت على برا سكيفي الوقت ما كانش عندي، يلاه تكافيت شويه مع المسرح وشويه الاعمال اللي كانت كتصور هنايا، ساليت لونغاجمون ديالي معاهم، فما تونجاجيت في شي حاجه في التلفزيون في رمضان. ولكن ربما تكون عندي شي حاجه قديمه اللي تصورات وتدوز في رمضان. دونك البرمجه ماشي انا اللي كنتكلف بها، ما نقدرش نقول لكم. اللي كنحضر الان فيلمي الطويل الثالث اللي غادي نصوروا ان شاء الله في شهر 8 تحت عنوان وارث الاسرار، اللي هو عن اقتباس عن روايه من عتاق الرغبه لفاتحه مرشد. هو الصراحه الله انا قلبت شويه تلفازه. هذا العام عندي غير التلفزيون، توحشنا السينما ان شاء الله علاش لا. مي عندي تقريبا 3 ديال المسلسلات غادي يدوزوا ان شاء الله في هذا رمضان هذا. وكنقول المتتبعين ديالي تسناوني على قناه الاولى ان شاء الله في شهر رمضان في سلسله يبان وفي مسلسل انا روز وفي مسلسل يد الحنه. صورنا مسلسل سالا وغنبداو نصوروا ان شاء الله قبل ما يسالي رمضان. شوف الدراما المغربيه ما مقتصرش غير برمضان، يعني السنه كامله ولات القناه الاولى والثانيه كيدوزوا الاعمال. احنا صورنا واحد المسلسل اللي داز في رمضان، مرحبا ما داش، احنا كاينين موجودين ان شاء الله. عندنا المسلسل ديالنا ولكن ماشي في رمضان، غادي يبدا مورا رمضان مع زكيه الطاهري، مسلسل سميتو المختفي، ان شاء الله يعجب الناس. هاد العام ما وجدتش شباكيه، ما وجدتش سبوب. عندي واحد تيليفيلم غادي يدوز في رمضان صافي. غتشوفوا ان شاء الله في رمضان من خلال مسلسل عفاك بابا لإدريس صواب، وكذلك مسلسل عائشه لداني يوسف. ايضا كاين اعتقد المسلسل اللي عملت مع محمد نصرات بنات اليوم حتى هو غيكون في القناه الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله كيف ما كتشوفوا انا دائما عندي طليلات مع برنامج رشيد شو مع الاعلامي المتالق رشيد العلالي، فغيكونوا حلقات مزيونين بزاف في رمضان.